5 لاعبين فشلوا مع نادي الاتحاد. في المركز الأول نور الدين بخاري، نجم كبير قادم من هولندا في 2008 ومكسر الدنيا هناك. المشكلة انه ما لعب ولا دقيقة رسمية، ما لعب ولا مباراة ورحل عن النادي. في المركز الثاني عندنا ويلفريد بوني، قادم من البريمير ليج بضجة كبيرة في 2020. انا اسميه صاحب الفشل السريع الصراحة. صراحة اداءه ما كان مقبول من الجماهير، وكان اداء ضعيف جدا، ورحل سريع، وكان واضح اصلا انه ما تعافى من الاصابة حقته. بس للأمانة عنده كم مباراة حلوة مع نادي الاتحاد. في المركز الثالث عندنا اللاعب سولي مونتاري. سولي مونتاري قادم من الدوري الإيطالي في 2015 بعد أداء مذهل مع قطبي ميلان. المشكلة كان مكسر الدنيا في إيطاليا، أول ما جاء في الاتحاد ما أدري إيش صار فيه. الصراحة أداءه كان مخيب للآمال، كانت صدمة للجمهور، يعني نجم كبير في إيطاليا وقادم للاتحاد، والصراحة كان اسم كبير وقتها. الصدمة مبهنة، الصدمة أنه تم الاستغناء عنه بعد 23 مباراة، بعد أداءه ومستوياته السيئة. اتمنى اي شخص ضايفني على التيك توك او في اي منصة اخرى يضيفني على البرنامج الاحمر، نبى نوصل 1000 مشترك باسرع وقت. عندي محتوى هناك ان شاء الله بيعجبكم، بنزل ردات فعل المباريات، بنزل اشياء كبيرة. الرابط في البايو. في المركز الرابع عندنا انيس البدري. انا اللاعب هذا اسميه مقلب البطولة الافريقية. تم التعاقد معه في 2020 بعد تعلقه مع الترجي التونسي. لاعب جدا سيء في الانهاء، لاعب جدا سيء في التمركز. انا والله العظيم على مستوى الشخصي كنت متحمس لهذا اللاعب لانه بدع في البطوله الافريقيه، بدع مع الترجي التونسي. بس صراحه خيب املي وخيب امال الجمهور، وتم الاستغناء عنه في نفس السنه. في المركز الخامس والاخير عندنا اللاعب فيليبي جوتا، موهبه برتغاليه فذه، لاعب موهوب جدا، نجم سلتك السابق. لاعب كان بدع مع نادي سلتك، وتم التعاقد معه بمبلغ جدا كبير، وكان حديث الساحة في الكرة السعودية وفي الدوري السعودي بشكل عام. انا ما اشوف اللاعب ذا انه هو فشل شخصيا كلاعب كرة قدم. انا اشوف انه المدرب فشل، لانه المدرب الصراحة ظلمه. الادارة ظلمته، يعني اللاعب ما يلعب. اللاعب ما يلعب، كيف تبغى يعطيك مستوى؟ في النهاية تم الاستغناء عنه.